بدت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال 30 نوفمبر الجاري أمام الدائرة الثانية موعدا لمحاكمة رئيس الزمالك بتهمة سب وقذف كل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي في البلاغات المقدمة ضده والمقيدة بأرقام 18 و19 و20 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، وأعيد قيدها برقم 2863 لسنة 2022 حصر وارد مالية. يذكر أن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار جالي سبق وأن عاقبت رئيس الزمالك بالحبس سنتين في الجنحتين رقم 45 لسنة 22 و83 لسنة 22 جنحة اقتصادية قبل أن يطعن عليهما المتهم بالاستئناف، واللتين صدر فيهما الأولى بتأييد الحكم وإيقافه لكبر سن رئيس النادي الزمالك، والثانية تعديل حكم حبسه ليكون لمدة شهر مع النفاذ. ورغم قيام الكابتن محمود الخطيب الذي صدر لصالحه الأحكام عن طريق محاميه بإبلاغ كل الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها لتنفيذ الحكم وإعلاء دولة سيادة القانون، جاءت هذه الأحكام بسبب تجاوزات رئيس الزمالك وتطاوله المستمر عبر وسائل الإعلام. ده خبر مهم جدا جدا. النادي الأهلي لمدة شهر. قررت المحكمة الاقتصادية اليوم وقف الدعوى رقم 416 لسنة إدارة نادي الزمالك لقيامه بالتعدي على أحد عناصر مكونات العلامة التجارية للنادي الأهلي نادي القرن، وقيام مجلس إدارة نادي الزمالك بتعليق لافتة على أسوار نادي تحمل لقب نادي القرن الحقيقي، اللقب الذي يملكه النادي الأهلي دون غيره من الجهة المانحة. الجهة المانحة طبعا وهي جهة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل أكثر من 20 عاما. وأقام النادي الأهلي الدعوى المشار إليها وطالب بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق به، وقررت المحكمة اليوم تعليق سير الدعوى لمدة شهر. بصراحة أنا مندهش جدا جدا حتى الآن من الناس اللي عندها إصرار غريب على التعدي على حقوق الغير. يعني أنا مثلا النادي وهضرب لحضراتكم مثل بسيط. 2020 النادي الأهلي مثلا هو بطل أفريقيا 2020 اللي هو ماتش القاضية محمد مجدي قفشه جون 2-1، وطلع الشناوي كابتن الفرقة كابتن محمد الشناوي كابتن الفريق استلم الكاس. ينفع تقول لي دلوقتي لا معلش أنا بطل النسخة دي الحقيقي؟ يعني حاجة غريبة جدا، كلام طبعا غريب ولا يصح، والناس بره بتضحك عليه، بتضحك على هذا الكلام. حاجات غريبة جدا بنشوفها. يعني أكون أنا البطل وأكون أنا نادي القرن في افريقيا وكل حاجه، وواحد حد يطلع تاني يقول لك كذا 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 اللي حضراتكم شايفينه وسامعينه خلال الفتره السابقه. الحقيقه فعلا من حقك انك تفخر انك اهلاوي وتنتمي لنادي القرن. عودناكم نتكلم عن النادي الاهلي رقم 1 في كل شيء.